أهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناة الأخوات الثلاث مع وصفة جديدة بطبوط على معمر على شكل سيجار كيجي بنين ورائع. كنتمنى هاد الوصفة تنال الإعجاب ديالكم ونجربوها. خليكم مع المقادير. بالنسبة للمقادير ديال العجينة، هنا عندي زلافة ديال دقيق الفينو وزلافة ديال دقيق الفرص، معلقة صغيرة من الخميرة المعجونة، والملح، دائما الملح على حسب الذوق، والماء دافي اللي غادي ندلكو به العجينة مزيان. هنا بعد ما تدلكات العجينة غادي نضيفو ليها معلقة كبيرة ديال زيت الزيتون باش تسهل علينا التجميع مزيان. صافي كما كتشوف الفيديو كتجي لينة. غادي نجمعوها بشوية ديال الدقيق وغادي نقسموها على 3 ولا 4. غادي نخليوها ترتاح تقريبا واحد ربع ساعة. من بعد غادي ناخدو العجينة الاولى غادي نبسطوها، غادي نبسطوها كما كتشوفوا في الفيديو، وغادي نقطعوهم على شكل مربعات، يعني البطبوط اللي غادي نصايبوه على شكل مربعات. هنا بعد ما بسطنا العجينه غادي نحاولوا نقطعوا دوك الجوانب بحال هذا كما كتشوفوا دابا في الفيديو. كنستمروا بنفس الطريقه، وغادي نديروهم على شكل مربعات بحال هكا. صافي غادي نكمل الكميه كلها اللي عندي بنفس الطريقه. هنا بعد ما كملنا التقطاع ديال البطبوط كيجيو على هذا الشكل، على شكل مربعات. غادي ناخذ هنايا مقله اللي كنكونوا سخناها من قبل. صافي غادي نحط هاد القطع ديال العجينه باش يطيبوا، وكنبقاو نقلبوا فيهم باش يبقاو يتنفخوا مزيان. كنبقى مستمره بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه كلها، حتى كيطيب البطبوط ويتحمر كما كتشوفوا في الفيديو. هنا بعد ما طاب البطبوط غادي نحاولوا نحلوه من الوسط ما حد سخان باش تسهل علينا اننا نحلوه، وغادي نحتفظوا به على جنب. في هذه الاثناء غادي نصايبوا الحشوه اللي كنحتاجوا فيها تقريبا واحد 2 بصلات كبار، كنقطعوهم على هذا الشكل. كنضيفوا لهم شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الملح ونخليوها حتى كتشحر. هنا في نفس المقله كما كتشوفوا غادي نضيف السوسيس اللي كنقطعوه على شكل دوائر. كنضيفوا ليه شويه ديال القزبور والثومه، وبالنسبه للتوابل الملح، البزار، كمون، التحميره او البابريكا. غادي نخلطوا هاد المكونات ونخليوها حتى كيطيب مزيان كما كتشوفوا في الفيديو. هنا بعد ما طابوا غادي نخلطوا المكونات مزيان، البصله مع السوسيس، حتى كنحصلوا على واحد الحشوه. هنا بالنسبه للصلصه اللي غادي ترافق لينا هاد البطبوط، غادي ناخذوا 2 معالق كبار من ديال المايونيز. غادي نضيفوا ليه معلقه كبيره ديال الكيتشوب ومعلقه صغيره ديال لا موطارد، ونخلطوا هاد المكونات مزيان حتى كنحصلوا على واحد الصلصه اللي كتجي صراحه كتجي زوينه بنينه، هي اللي غادي ترافق لينا هاد البطبوط. صافي هنا كنخلط هاد الصلصه كتجي على هاد الشكل هذا.
غادي نحتفظ بها على جنب. صافي، هنا غادي ناخد البطبوط، غادي ناخد القطعه الاولى. اول حاجه غادي ندهنهم بالصلصه اللي صايبنا من قبل بهذه الطريقه هذه. كنحاولوا نوزعوها على البطبوط كله. من بعد غادي نضيفوا القليل من الحشوه، كنديروها في الوسط شويه كما كتشوفوا في الفيديو. من بعد غادي نضيفوا الفرماج، فرماج محكوك، اي فرماج عندكم. صافي، وغادي نبقاو نروليو البطبوط على هذا الشكل هذا بحال هاد الطريقه كما كتشوفوا في الفيديو. غادي نستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه كلها اللي عندي. هنا بعد ما كملنا الكميه كلها اللي عندي كيجيو على هذا الشكل هذا، غادي ناخذ الاله ديال البانيني. صافي، غادي نديرهم فيها وغادي نخليهم حتى يتحمروا ويذوب داك الفرماج. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم، بطبوط على شكل سيجار معمر بالسوسيس، كيجي بنين ورائع. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. موعدنا مع فيديو جديد ووصفه جديده، الى اللقاء.